بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعينا الكرام في كل مكان، في الفضاء الإلكتروني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي كل زمان، أهلا بكم ومرحبا في أولى حلقات برنامج نبضات الإبداع مع قامة من قامات مدينة كركوس والمحافظة الشرقية جمهورية مصر العربية، شاعرنا الكبير وشيخنا الفاضل الشيخ مصباح خيري. أهلا بك الشيخ مصباح. الشيخ مصباح من مؤسسي نادي أدب كركوس. الشيخ مصباح له ديوان مطبوع بعنوان قوافل النور، ذي صبغة دينية اجتماعية، وله مجموعة قصصية بعنوان يا شيخنا رائد وعجائب الحياة سمعت رائد، وهي مجموعة قصصية جميلة من جزئين. اليوم إن شاء الله سوف نلتقي وعمل رائع من أعمال الشيخ مصباح، وقصيدة بعنوان من مثلك في فن البر. لو تفضلت يا شيخنا، إيه مناسبة القصيدة دي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله وبعد. أولا أشكر حضراتكم، ومن قبل أشكر الأستاذ جهاد زميلي وصديقي وأخي وحبيبي والأديب الكبير والشاعر المفوق على هذه التقديمة الجميلة. مناسبة هذه القصيدة وهي من بين قصائد ديوان قوافل النور، من مثلك في فن البر، وهي يعني مستقاة أو مأخوذة، أو هي بعد قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم الثلاثة الذين سدت عليهم المغارة أو سد عليهم الغار وانطبقت الصخر على فواتهم. هم ثلاثة، وتكلمت في هذه القصيدة عن رجل له أسرة وله أب وأم، وتكلمت عن بره لأبويه لأنه لم يكن هناك لأبويه عائل سواه، فقدم والده وقدم والدته على أولاده، وهذا فن في البر بل ذروة سنام البر. والحديث موجود عند الإمام البخاري في الجزء العاشر رقم 5474. نعم. تفضل حضرتك تمتعنا ببعض هذه الأبيات. متعك الله بالعافية. من مثلك في فن البر، من مثلك في بر الأبوين، من مثلك قل لي حقا أين، من يحمل طوعا أو كرها بضمير مصبوغ بلجين، من مثلك يحمل في بر بغبوق دون سهاد العين، من يصنع مثلك إحسانا فيعلم درسا للثقلين. هذه المقدمة الرائعة بما فيها من حسن استهلال وما فيها من تصريع وأساليب استفهامية متوالية تنبئ وتبين مدى تعجب الشاعر بأساليبه الاستفهامية من مدى بر هذا البار، الإنسان البار. ولعل هذا يبين لنا أثر القدوة الصالحة يا شيخنا. أي نعم، بارك الله فيك. لأن القدوة السيئة أصبحت كثيرة، والقدوة الصالحة هي بخير ما زالت وستظل إن شاء الله، إلا أننا نحاول أن نبرز هذه الصفة الطيبة في هذا الرجل حتى يتعلم الجيل. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن الاسم، إنما تكلم عن صاحب الصفة. نعم. إذا مع إشراقات هذه القصيدة نام الأبوان مليا في
دفء بل أمن موفورين. لعل من جمال هذه القصيدة وما دفعنا الحديث عنها ما تحتويه هذه القصيدة من إشراقات وإضاءات إنسانية ونفسية ودينية واجتماعية. فعندما تفضلت حضرتك وقلت نام الأبوان مليا في دفء بل أمن موفورين، فهذا البر الذي وفر هذا الأمن النفسي. نريدك أن تتحدث عن هذا الأمن النفسي الذي تحدثت عنه في هذا البيت الرائع. الله يكرمك. الأمن النفسي نابع من الإخلاص القلبي، إخلاص النية والطوية والضمير اليقظ الجميل المتشبع بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته. نعم. فكان هذا الولد، هذا الابن البار، قلبه ملؤه الدفء، فوفر هذا الأمن إلى الأبوين لأنهما ناما. كثير من الناس يكون مصدر إزعاج ومصدر توتر وقلق وعدم أمن للأبوين. هذه رسالة. الله يكرمك. نعم. وهذا الولد نموذج للأمن الموجود في قلب الولد يضخ حول الأبوين. وسياط الجوع يقطعها ود محمول بالكفين. فإذا ما قام من نوم أوصلت الري إلى الروحين، ولقد تاه بابن فخرا وسيذكره أهل الكونين. يعني حضرتك ما زلت تتحدث عن ذلك الأمن النفسي. نعم. الذي يمثل الري فيه ليس ريا لأرض ولا ريا لنبات، وإنما هو ري للروحين. نعم. فيظل الأثر المادي أثره الكبير أثر نفسي روحي معنوي يوفره ذلك الابن البار الذي عرف قيمة والديه. ولقد تاه بابن فخرا وسيذكره أهل الكونين. إذن هذه الأعمال التي تظل تكتب في ميزان حسنات الإنسان حتى بعد وفاته، كما قال الله سبحانه وتعالى: نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. نعم. وما زلنا نذكره. نعم. وتذكره أهل السماوات وأهل الكونين كما تفضلت حضرتك في القصيدة. تمام. وإلهك من فعلك يرضى فيزيد ثوابك للضعفين. أبواك الفرحة تغمرهم فتفجر شكرا بالقلبين. فتفجر شكرا القلبين. يعني أنا كنت حضرتك سمعت تفسير جميل في قوله تعالى: أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. أن شكر الله سبحانه وتعالى لا يقبل إن لم يشكر الإنسان لوالديه معروفهما. ولقد تفضلت حضرتك بذكر هذا أو في هذا البيت. تفضل. ودعاء يصعد في كرب فتشق سماء للأمرين. في دهر ينقصه بر ويحل عقوق للأصلين. في دهر ينقصه بر، هل هذا هو الدهر يا شيخنا الذي أصبح فيه المعروف منكرا وأصبح المنكر معروفا؟ نعم. العقوق انتشر بصورة فجور. كنا قديما نسمع عن ولد قال لأمه أف، شاح بيده في وجهها، أو لم يسمع كلام والده، ولكن الأم تذبح بيد الولد، الأب يقتل بيد الولد. ولقد سمعت أول أمس أن هناك امرأة مسكينة ذهبت إلى العمرة ولم ترضى عن ولدها، فقالوا: ارضي عنه. قالت: لا، سبتني زوجته وقالت أني سببتها، وجاء ابني وأخذ الحذاء من قدمها وضربني على فمي. فهذا
منتهى الفجور في العقوق. فيا ليتنا نعود إلى محبة الأبوين أحدهما أو كلاهما. وأقول لحضرتك يا أستاذ إيهاب يعني يحضرني شيء أن بر الأبوين لا يحتاج إلى علم ولا حفظ القرآن وإلى فقه، وإنما ربما رأيت رجلا على الكفر يحب والديه. حضرتك يمكن أنا بعد إذن سيادتك لما قلت إن هنا في ناحية إنسانية. نعم. يعني إنسانية بغض النظر عن الدين وعن العقيدة وعن الملة. الإنسان بفطرته السليمة صحيح يبر والديه كما تفضلت. في دهر ينقصه بر ويحل عقوق للأصلين وتباهى الفسق ومن سوء الخير ذبيح من ودجين. من مثلك زحزح صخرات كجبال الهم ككرب حنين. فالدنيا غار من فيه غرق في الذنب إلى الأذنين. الله يا شيخنا لا يستوقفنا هذا البيت الجميل. فالدنيا غار من فيه. حضرتك أسقطت ما في هذه القصة الواقعية على واقعنا الأليم، فأيهما أوسع، غار الثلاثة أم غار الدنيا الذي نعيش فيه؟ والله أعلم أن هذا الغار الذي أطلق على الثلاثة هو أوسع رحابة لأنه فيه الإخلاص. فيه الإخلاص قسم مشترك بين الرجال الثلاثة. وأقول فيه القدوة الحسنة وتقرب كل واحد منهم بإخلاصه إلى الله تبارك وتعالى حتى يفرج عنهم. كل واحد يقول مقالته ويحكي قصته الواقعية فتفرج عنهم في العفة والأمانة وفقه الأولويات. تمام. والبر والقسم هو الإخلاص. وأقول لو أني أنا الرابع، لا أتكلم عن غيري، لو أني أنا الرابع بتقصيري وسوء فهمي وتقصيري في جنب الله كنت معهم في داخل الغار. إذا هذا هو بيت القصيد، وهذه هي الرسالة التي نوجهها من خلال هذه الحلقة ليسأل كل مشاهد هذا السؤال الذي طرحه شيخنا الفاضل: لو كنت أنا الرابع فهل سأجد عملا صالحا أتقرب به إلى الله؟ الله يكرمك. ولذلك لابد الإنسان أن يدخر عملا صالحا فيه الإخلاص برمته حتى يفرج الله عنه أزماته وكل ما يأتيه من مصائب عافانا الله وإياكم. فالدنيا غار من فيه غرق في الذنب إلى الأذنين. صخرات خطايانا سدت أفقا فرأينا بين البين. فدواء الأمة إخلاص والنية أثقل من جبلين. لو مثلك موجود فينا لتبرأ من جيل الألفين. الله عليك. من مثلك في بر الأبوين، من مثلك قل لي حقا أي، من يحمل طوعا أو كرها بضمير مسكوب بلجين. من مثلك يحمل في بر بغموق دون سهاد العين. من يصنع مثلك إحسانا فيعلم درسا للثقلين. باب الأبوان مليا في دفء بالأمن المغفورين. وسياق الجوع يقطعها ود محمول بالكفين. ويغطي منك العطف على أبويك الجوع من الطفلين. فإذا ما قاما من نوم أوصلت الريق إلى الروحين. ولقد تاها بابن فخرا وسيذكره أهل الكونين. وإلهك من فعلك يرضى
فيزيد ثوابك للضعفين. أبواك الفرحة تغمرهم فتفجر شكرا بالقلبين. ودعاء يصعد في كرب فتشق سماء للأمرين. وفي دهر ينقص بر ويحل عقوق للأصلين. وتباهى الفسق ومن سوء الخير ذبيح من ودجين. من مثلك زحزح صخرات كجبال الهم ككرب حنين. الدنيا غار من فيه غرقا في الذنب إلى الأذنين. صخرات خطايانا سدت أفقا فرأينا بين البين. دواء الأمة إخلاص والنية أثقل من جبلين. لو مثلك موجود فينا لتبرأ من جيل الألفين. ما شاء الله عليك. الله يا شيخ، الله على الإبداع، الله على الإبداع عندما يكون راقيا، عندما يمثل ويقدم رسالة، عندما ينهض بأمة، عندما يوجه جيلا. ونشكر شيخنا الفاضل على هذا اللقاء الممتع، ومع لقاءات أخرى إن شاء الله في برنامجنا الهادف ومضات الإبداع. شكرا لشيخ. شكرا لحضرتك يا أستاذ إيهاب، وشكرا للسادة الكرام، وشكرا للقائمين على هذا العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لأكاديمية روابط مصرية والقائمين عليها، ولجريدة عمان نيوز، ونلقاكم على خير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.